أعزائي متابعين قناة تركاية وحكاية الكرام، أهلا بيكم. امبارح تم إغلاق مجموعة من الكافيهات والمطاعم في شارع سوتر في محافظة اسكندرية زي ما باين قدام حضراتكم في الصورة. يا ترى إيه الأسباب وإيه التفاصيل؟ كل ده هنعرفه بعد ما تشرفوني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل لو حضراتكم مهتمين تعرفوا كل اللي بيحصل في اسكندرية في وقته. ويا ريت لايك للحلقة، وزي ما تعودنا تقولوا لي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. أنا أخوكم مراد محمود، ويلا نبدأ. اتكلمنا في حلقة سابقة عن تحويل أرض كوتا لمجموعة من الكافيهات والمطاعم والأماكن السياحية في محاولة لاستغلالها وتحويلها من أرض مهجورة، وكمان تأمين بعض الأماكن والأجزاء القايلة للسقوط فيها. هتظهر الحلقة دلوقتي في الآي فوق لو تحبوا ترجعوا لها. وبالفعل تم تطوير الأرض وتحويلها لأماكن سياحية تحت اسم كوتا فيستيفال، وتم افتتاح عدد كبير من الأماكن فيها. إلا إن امبارح فوجئ الجميع بإغلاقها وإغلاق كل المحال فيها، ونتيجة لبعض التجاوزات تم إغلاق كافة الأنشطة الموجودة تحت اسم كوتا فيستيفال والموجودة في أرض كوتا. ومن المعروف إن المشروع كان ليه مرحلة تانية من ناحية البحر. المكان اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي في الصورة كان تم تغطيته لبداية الإنشاءات. من المتوقع أن يتم إعادة افتتاحها مرة أخرى بما يتناسب مع المنطقة الحيوية والعريقة اللي موجودة فيها، وعلشان تليق بوجودها جنب صرح زي مكتبة اسكندرية، مجمع الكليات النظري والمجمع الطبي لكليات جامعة اسكندرية، سواء بإعادة تأجيرها وتطوير بعض الأنشطة فيها. الأرض اللي شهدت في السابق أفكار لمشاريع عملاقة كونها مواجهة لمنارة العلم في العالم كله، مكتبة اسكندرية لسه بتسعى للتعديل بما يليق بالمكانة العظيمة. لو الحلقة عجبت حضراتكم وحابين تتابعوا كل ما هو جديد في محافظتنا اسكندرية الجميلة، ياريت دلوقتي تشرفوني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يجيلكم إشعار بكل الحلقات والمتابعات والأخبار الجديدة. وما تنسوش لايك للحلقة وتقولولي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. أنا أخوكم مراد محمود، وشكرا لكم.